السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا. النهاردة هنعمل مع بعض القرص الفلاحي الطرية للسحور او للفطار او حتى مع الشاي من غير اي حاجة. والقرص دي بتكون شبه الكحك شوية لان هي بتكون ناعمة، حتى بتتعجن وبتتعامل معاملة الكحك بالظبط. لان احنا بنبسها الاول بالسمنة وبعدين نعجنها باللبن، فبتطلع كده ما شاء الله تبارك الله، يعني ايه، ناعمة كده ودايبة وريحتها وطعمها زي الكحك بالظبط. غير البكاكين بقى احنا نعجنها باللبن وبعدين بالسمنة، فبتطلع منفوخة وبتطلع شكل تاني. انما ديت حتى بنخرمها بعود او باي حاجة عشان ما تنفخش، لان هي بتبقى ناعمة وفيها شبه فعلا من الكحك زي ما قلت. القرص الطريقة دي سهلة جدا وبسيطة، وما شاء الله تبارك الله. عملت كيلو وطلع معايا الكمية الجميلة اللي احنا شفناها دي. قبل ما نبدأ الفيديو الأول، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ويلا يا ست الكل اشتركي في قناتي إذا عجبتك، وفعلي زر الجرس واعملي لايك. ونبدأ بالوصفة بتاعتنا. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، هنحتاج كيلو دقيق ومعلقتين بيكنج باودر أو معلقة واحدة تكفي، ومعلقة ملح ومعلقتين سكر. ومعانا السمسم وحبة البركة. هنحط المكونات دي كلها ونص كوباية زيت على سمن. هنضيف المكونات دي كلها زي ما شفناها. ونبس بقى الدقيق بتاعنا بالسمنة وبالحاجات ديت الأول زي ما قلت. ونشرب الدقيق السمنة كويس قوي، ان احنا نفرك بالدقيق بايدينا كده لحد ما كل ذرة في الدقيق تتغلف بالسمن، عشان ديت بتخلي القرصة كده ليها ريحة وطعم مختلف جدا جدا عن لو ما عملناهاش بالطريقة دي. ف اظبطي يعني ايدك، خدي وقتك كده في الفرك لحد ما كل حاجة تشرب السمن. بعد كده بننزل باللبن وبنعجن. طبعا هننزل شوية شوية عشان ايه نفضل متحكمين في العجينة. قلبي بقى كده يا ست الكل وانزلي باللبن اعجني. هنعجن بقى اهم حاجة في القرص ديت العجين. احنا بقى ننزل باللبن كده بسرعة، حبة بحبة قصدي. وننزل بقى بالعجينة على ايه، على سطح العمل. احسن حاجة بقى تخلي العجينة تطلع ناعمة معاكي انك تعجنيها على سطح العمل. ادعكي بقى العجينة بتاعتك على سطح العمل ده، على السطح ده. دي بتساعد ان العجينة تبقى ناعمة وملمسها جميل ومخدومة كويس. وايه ما شاء الله تبارك الله، اجمل حاجة لقيتها بتخدم العجين كويس اما عجينة على سطح زي كده. خلاص العجينة بتاعتنا اتعجنت كويس وبقت ناعمة وجميلة. هنغطيها بقى ونسيبها لحد ما تخمر. طبعا انا بقى الدنيا عشان احنا في الشتاء الدنيا كانت برد، انا جبت بقى حاجه فيها ميه دافيه كده او حتى فوق الدافي بشويه، وحطيت فيها البوله بتاعتنا دي بالعجين عشان ايه تخمر بسرعه. وفعلا ما شاء الله تبارك الله في نص ساعه كانت خمرت. بس هنفضل العجينه بقى بتاعتنا عشان نبدا في تقطيعها. قطعيها بقى يا ست الكل زي ما انت عايزه، كور يعني كبيره صغيره. المهم ان هي في النهايه ايه كلها تكون متساويه وكلها حجم واحد. وبعد ما نقطعها هنسيبها ترتاح شويه، وبعد كده نبدا في ايه، في فردها. وبرضو بعد الفرد هنسيبها ترتاح شويه لحد ما ترتفع وتخمر تاني، وبعد كده نبدا. اهم حاجه يا بنات واحنا شغالين كده اهوت، نخلي لساننا رطب بذكر الله. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. وبرضو احنا في رمضان وشهر الطاعه وشهر الخير. لو قرانا 100 مره بس قل هو الله احد، كل 10 مرات بتبقى كانك بنيتي بيت في الجنه. كل 3 مرات بتبقى بختمه قران. فتخيل لو قرات 100 مره قل هو الله احد، هتلاقي نفسك ما شاء الله ولا قوة الا بالله بنيتي 10 بيوت. كل 10 مرات ببيت. وشوفي كل 3 مرات بختمة، شوفي هتبقي ختمت كم مرة. يعني لو حتى قلنا لو مش فاضية تقرأي او كذا، مع ان ده مش عذر، لازم نقرأ قرآن في رمضان ان شاء الله. فنشجع نفسينا كده وناخد بإيد بعض ان شاء الله للخير وللطاعة، ونعمل ايه اللي في استطاعتنا. وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب، ونكون كده من عتقائه بإذن الله. نرجع للقرص بتاعتنا. بعد ما فردناها خلاص هنرصها على صينية، نرشها الأول بشوية دقيق، ونسيب الصينية بتاعتنا نسيب القرص بتاعتنا ترتاح بعد ما نغطيها. أهم حاجة الغطا يا بنات عشان ما تاخدش هوا وشها ينشف.
غطيها الاول بكيس عشان الكيس بيحبس عنها الهواء ويحافظ عليها طرية، وغطيها بحاجة تانية حتة قماش عشان تخمر بسرعة وتتدفى وكده. بس هنبدأ بقى في مرحلة الخبز، فهنخبزها في فرن البوتاجاز، هنحطها في وسط الفرن. انا صراحة حطيتها في وسط الفرن، لقيت هتغيب شوية وكده، لا حطيتها في صاج، وبقيت احطها على ارضية الفرن على طول، على صاج الفرن على طول. فبقت تخبز معايا وتطلع بالمنظر الجميل ده، وبدهن وشها بشوية زيت او زبدة المتوفر عندك، وتطلعيها تدهنيها على طول اول ما تطلع من الفرن. فطلعت معانا بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده، ودي كانت نتيجة الفيديو بتاعنا والعجين بتاعنا. ويا رب يعجبكم، واذا عجبكم الفيديو بتاعنا اتمنى يعني ويشرفني انكم تشتركوا في القناة وتعملوا لايك، وريت تكتبوا لي كومنت حلو لو عملتوها وطلعت جميلة معاكم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.